بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناة لقمة هنية، وكل سنة وانتم طيبين. احنا في تاني تفريزات رمضان، لسه باقي السلسلة ان شاء الله تبقى مفيدة وعند حسن ظنكم. النهاردة انا رحت امبارح جبت شوية لحوم كده لزوم رمضان. يعني ايه، ان شاء الله هيكفوني 10 ايام او ممكن 15 يوم، عشان هيبقى مش كل يوم هعمل لحوم او صدوق او حاجة، هتبقى ايه حاجات في النص كده خفيفة. رحت جبت العلبتين دول، علبتين الصدوق دول عاملين 65. بصوا يعني الاتنين دول عاملين 65 اهو بالميزانية، يعني كده بوريكم 65. يعني العلبة فيها ربع عامل 32 ونص او 33، 32 ونص او 33. الواحد بعمله على مرة واحدة بالبلدي كده، طقة واحدة. يعني بعمل الصدوق ده تعمليه ازاي بقى؟ يعني انا عندي ربع الصدوق ده هعمله ازاي؟ ما بحطهوش صحيح كده عشان طبعا ايه مش هيكفي الولاد وكده، فاحنا ندخلوه في حاجة يعني ايه تزود الكمية. ربع الصدوق ده انا بسيبه بقطع الصدوقية على بعض 4 تربع كده او 3 ارباع، واخرطها كده. بعملها بجيب نص كيلو بطاطس وطماطم على فلفل اخضر، وبدخله صينيه في الفرن على شويه رز بشعريه بيبقى زي السكر، وطقته كده او مرته ايه اعدل. بعمل ايه تاني؟ بجيبه لوحده وبخرط عليه بصلايه كبيره وقرنين فلفل او 3 لو انتوا بتحبوه سبايسي. لو بتحبوا الفلفل بارد زي حالاتي كده نقطع عليه فلفل، نقطع عليه طماطم، فص ثوم، شويه بهارات، ورق لورا، واحطه في حله كده واشوحهم مع بعض يبقى ني في ني كده، بياخد من البهارات. وبعد ما احطه في طبق بيبقى طبق كبير كده جنب بطاطس محمره، وبيعدي الطقه بتاعته، بنحمد ربنا بيبقى زي الفل. جبت برضو الهمبرجر ده، بصوا ب68، مش العلبة، الاتنين مع بعض. يعني انا جايبه النص ده مع بعضه ب68. تمام. برضو الهمبرجر ده بعمله، بجيب مثلا مكرونة بعمله جنبيها، بعمل سندوتشات توست. ساعات العيال ما بتبقاش عايزه تتسحر حاجه، باجي احطها للسحور. حاشيه السندوتشات الفينو، العيش البادي بلفوه فيه. الفطار بعمل جنبيه حله مكرونه كده مع بطاطس محمره مع طبق فول حلو. بيعدي برضو ايه يوم. جبت هنا ما كانش معايا بقيه الفلوس والله زي ما بقول لكم كده. بصوا حته اللحمه المفرومه دي اهي ب21 جنيه اهي. طب هتقولي يا محمد هي تعمل حاجه؟ هتعمل. لما افرم عليها بصلتين كبار ماشي على قرن فلفل اخضر واعملها صوابع كفته، لما افرم عليها صينيتين بصلتين كبار واعملها حشوه مكرونه بشاميل، هتعدي برضو يوم افطار. تمام. بيتعمل اي حاجه، بتخرط عليها فلفل اخضر وطماطم وتشوح كده، وبصلايه على النار لوحديها كده كده طريقه. مثلا بسلق بطاطس، هبقى اعملها بطاطس البوريه ماشي، واحط كده في صينيه طبقه بطاطس وفوقيها طبقه اللحمه دي مع البصل، وفوقها طبقه بطاطس تاني، وبتعدي فطارها بتبقى زي الفل. فكره برضو ليها كذا فكره. وبطاطس تانية لما اهرسها واكورها كده واحشيها حته لحمه مفرومه من دي، هتعمل لي برضو صينيه وادخلها في الفرن كرات كرات كرات، او احطها في بهارات اللي هي الفيجيتار والبيض، اقلبها واحمرها ادخلها الفرن، برضو ليها لازمه وهتعدي يومي وفطاري. دي كفته كان في طبق تاني بس بالهنا والشفا اللي هنتغدوا بيه النهارده، عامله 50 جنيه. في طبق تاني غير ده عامل 50 جنيه، يعني النص ب50 جنيه. انا جايبه من عند واحد موثوق منه، مش لحبه كلاب ولا حاجه، ما تخافوش. عامل 50 جنيه. في طبق تاني يعني طبقين برضو هيكفوني كفته جاهزه. دي في يوم مستعجله، في يوم تعبانه، في يوم مش لاقي حاجه اشد واحمر على طول. مع جنب بطاطس محمره، طبق كشري. الرز بالعدس ده هبقى اوريكم برضو اتعمل ازاي. مكرونه. هيعدي برضو يوم سحور، برضو هتعدي يومها وهتبقى زي الفل. جبت الفراخ الناجتس دي، بصوا العلبه نفسها ربع ب23 جنيه، ودي زيها ب23 جنيه. بصوا علبتين برضه اهو، على طبق مكرونه، على سندوتشات للمدارس. خلي بالكم انا محمره العيال الصبح. دي تتعمل على الفطار مثلا طبق مكرونه، رز بشعريه على بطاطس محمره، وبيعدي يوم. شويه الحاجات دول كلفوني 210. 210 هيعدوا لي، قولوا يا ستي 10 ايام في رمضان. طبعا انا مش كل يوم هعمل منهم، يعني مثلا لو انا عملت النهارده صدق، بكره مثلا ايه هعدي يوم ايه ارديحي كده. بعديه مثلا لو عندي وركين فراخ هعملهم، عندي طبق محشي على حبه ملوخيه هيعدي اليوم. طبعا انا حابه اوريكم الميزانيات وتوفير في رمضان ازاي، وازاي ان انت تعدي الشهر من غير ما تضغطي نفسك. 210 هيعدوكي 10 ايام في رمضان ان شاء الله.
10 ايام طبعا كم كبير. وهعرفكم ازاي برضو هجيب فراخ، وهعرفكم ازاي ان انتوا تقطعوها وتنصصوها كده، وهجيب بانيه من الجاهز ده واعرفكم تقصوه ازاي وتطلعوا من ربع كيلو نص كيلو وبتعمليه ازاي. وهظبط لكم ان شاء الله يعني ميزانيه حلوه تمشي رمضان بيها. ودي تاني حاجه في سلسله رمضان. ولو شايفه ان المحتوى مفيد واستفدت بفكره واحده، ما تنسينيش باللايك والشير وتشجعوني.